برضو وتقينا من هذا الإجهاد الحراري. ده موضوع حلقتنا الرئيسي النهارده. في الآخر بقى نختم بلقاء القمة اللي هيبقى بكرة إن شاء الله. بس خلينا الأول ندخل مباشرة في هذا الموضوع مع الأستاذ الدكتور سعيد متولي استشاري التغذية العلاجية، لأنه موضوع هام ونخلي بالنا، لأن إحنا كلنا بنخرج، أولا بنخرج في أشعة الشمس، ثانيا بنخرج عامة حتى لو مش هنتعرض للشمس بشكل مباشر، لكن الحرارة اللي بتسبب الإجهاد الحراري ده محتاجين إن احنا نقاومها بالأكل وبالغذاء وبالسوائل. دكتور سعيد صباح الفل. صباح الفل يا استاذ مهاب وكل مستمعين حضرتك الكرام. منورنا دايما. خوفتنا من الحر الشديد والله طب انا كوكب الارض هو اللي بيخوفنا، هنعمل ايه طيب؟ وكمان اللي يروح البحر برضه هنعمل حتى البحر كمان دلوقتي مضطرب يعني المتوسط. لا الاحمر تمام يعني شرم والغردقه وكل المدن اللي واقعه على البحر الاحمر تمام زي الفل. ده تمام، لكن كن ربنا ودايما ربنا بيدينا الحلول، وربنا اللي بيلجأ ليه دايما وانه فعلا بيتبع الاسلوب اللي ربنا اراد ان نتبعه فيه وقايه كبيره جدا جدا من ربنا لينا. الجهاد الحراري اللي حضرتك بتتكلم عنه ده يعني موضوع فعلا غايه في الاهميه، لان تعرض الجسم للجفاف والنقص الاملاح في الصيف نتيجه التعرق الشديد بيقلل حاجات كتير قوي. اول حاجه بيقلل شهيه الاكل، كمان بيقلل كفاءه الاجهزه الداخليه لينا، يعني مفيش هضم كويس، وبالتالي برضه مفيش نوم كويس اثناء الليل، وده بيعرضنا للتوتر والتعب والاعياء، ولازم نهتم بده. لو انا الموضوع ببساطه جدا ان الجسم لازم يحافظ على حرارته، وبالتالي حراره الجو المحيطه بيه عاليه، يبقى لازم يقاوم ده بالتعرق الشديد، والجسم هنا عشان يوازن. ايوه، عشان يحافظ كمان على اداء الوظائف الداخليه للكبد والكلى والجهاز الهضمي بصفه عامه. نعم. هنا بقى المشكله ان انا لو ما فهمتش ده وما تعاملتش ده باسلوب علمي وفطري كويس، انا اللي هبقى خسران. الحقيقه ان التكييف مش هو الحل دائما او المروحه، لكن ان انا امد جسمي بكل ما ينقصه هو ده الحل، وهو ده سبيل النجاة من الشعور بكثير من الأعراض المرضية. أهم حاجة المفترض إن أنا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي صاحب نقول إن الأسلوب اللي بيريده لخلقه، فربنا بيخلق أو بيخلق لينا كم من الأغذية الرائعة جدا في الفصل ده. كلها غنية بإيه؟ بالعصيرية، كم السوائل فيها عالية جدا. شوف كده الخيار والتوت والمانجا والبطيخ، وتشوف كم الخضروات والفاكهة الطازجة رائعة الأثر بكمية السوائل اللي فيها، ومش سوائل وبس، لكن السوائل دي مزاد فيها قدر عالي من الأملاح المعدنية رائعة الأثر، بترمم كل النواقص، بتثري صحة الكبد والكلى، والأملاح المعدنية كالسيوم بوتاسيوم مغنيسيوم، كل الكلام ده رائع جدا. لكن الحديد، فيتامين سي، المركبين الاثنين دول، كل الفاكهه الطازجه وكل الخضروات الطازجه غنيه بيهم جدا. طب يعني ايه دول؟ يعني تكوين كرات دم حمراء بصوره رائعه، يعني مناعه قويه جدا للجسم ضد اي مرض. وهنا بنركز انا وحضرتك على كلمه الطازجه. الحياه الطازجه يعني محتواها من كل القيمه الغذائيه ليها كامله، وكمان ما فيهاش تلوث. تخيل حضرتك لما بتعمل عمليات صناعيه تبريد او تجميد او تعليم، انت بتقلل القيمه الغذائيه، وكمان بتضاف ليها بعض الملوثات اللي قد لا تحكمها انت. يبقى المفترض اللي هي المواد الحافظه. ايوه. او ملوثات بكتيريه ممكن تبقى موجوده نتيجه التداول ده او نتيجه المعاملات دي. الحقيقه ان الفاكهه الطازجه والبطيخ زي ما قلنا، والناس اللي معتاده على الليمون او الليموناده او نقول الفاكهه الحامضيه شويه دي الغنيه بفيتامين سي مهمه جدا في ده، ضبط المزاج وزياده المناعه. الاكلات بقى اللي بتحتاج لجهد عالي في الهضم لا ننصح بيها. زي ايه؟ زي اللحوم. البروتين يعني ولا لا، اللحوم بالتحديد. في انواع من البروتينات سهله الهضم جدا، لان احنا ما نقدرش نستغنى عن البروتين، زي مثلا الالبان ومنتجاتها سهله الهضم، الاسماك سهله الهضم، دي انا ندعمها. لكن اللحوم بتحتاج لوقت عالي في الهضم
والجسم اصلا مشغول بتنظيم حرارته، وبان انا غالبا بيدخل جوه معدتي كم عالي من السوائل، فانا لما بقلل حموضه الحامض اللي جوه وبالتالي الهضم هيبقى معقد اكتر. ستات البيوت اللي بتعمل بقى الصوص والصلصات والحاجات الكتير بقى في الاوقات دي، ما انت عارف بقى التسبيكه لازم تبقى محكومه يعني. ايوه يا استاذ بهاء. المشكله ان هنا الهضم صعب والامتصاص صعب. والجسم منشغل تماما بشيء غير الهضم للمواد الصعبه دي. يبقى انا بيسر له الوجبات، وكمان ما اقدرش ان انا استغنى عن ان اكلي يبقى له قيمه غذائيه عشان يعوض جسمي بقدر نواقصه. فانا باكل الفاكهه، باكل دايما مركب جميل جدا ورائع الزبادي، لانه بيدي بروتين يشعرنا بالشبع فترات طويله شويه، وكمان يعوض الجسم بكم الاملاح المعدنيه الكتير اللي يحتويها. واروع ما في الزبادي انه بيحتوي على بكتيريا نافعه للجهاز الهضمي. يبقى احنا لو قلنا ان الزبادي بيمثل صحه قد ايه، هنقول انه قادر على اصلاح وترميم جهازك الهضمي. الزبادي البلد الطازج الفريش، مش يعني اللي هو بيبقى 3 يعني ثانيه واحده بس، الزبادي اللي هو من عند اللبان ده اصح من الزبادي المبستر اللي احنا بناخده بانواع المختلفه وبشركات المختلفه؟ الحقيقه انا احب كمختص للتغذيه الزبادي المصنع من الالبان الطبيعيه غير المضاف ليه الاصنصات والروائح والاطعمه المختلفه، وان اللي بيتم تعقيمه على درجه حراره عاليه جدا عشان يقدر يتحبس 15 يوم. الحقيقه قيمته الغذائيه اقل من اللي تم تصنيعه واستهلاكه خلال 72 ساعه. بس الدسامه بتبقى اقل برضه. في ناس الدسامه بالنسبه لها بتمثل عنصر، مثلا يقول لك ايه، الواحد نفسه بتجزع، ما بيبقاش قادر يستحمل قوي. الحقيقه مهم جدا النقطه اللي حضرتك قلتها دي. دهن اللبن من الدهون الغنيه بفيتامين د، غنيه بالفيتامين اي وفيتامين كاف. يعني انا لازم اكلي يبقى فيه دهون بمعدل من 15 ل 20 ل 25% قدر عمري وقدر صحتي، لكن لا يمكن استغنى عن الدهون. فانا مش هاجي ان انا اعود نفسي على ان انا مش عايز الدهون دي، وبالتالي بعد ال40 اتفاجئ ان فيتامين د نسبته قليله، انا عندي اجهاد وتعب من اقل مجهود عشان فقط استغنيت عن الدهون المحتويه على الفيتامينات اللي دايبه فيها. يعني الدهون محببه جدا، ما ينفعش ابدا استغنى عنها. طيب لو احنا اكلنا لحوم وقلنا عليها صعبه شويه، ايه البديل؟ قلنا الاسماك وقلنا الالبان. جميل جدا الدواجن في حاله الطهي الخفيف، الشوي او السلق او الحاجات الجميله دي. وكمان الصويا كمنتج غني بالبروتين اللي ممكن يعوضني قدر الامكان عن نقص كميه البروتين الطبيعيه، لكن طبعا الاعتدال في تناوله. والمشروم، الناس اللي بتحب المشروم يعني رائع جدا، لانه فيه نحاس وبوتاسيوم ومغنيسيوم بتركيز جميل جدا. برضه لو كان بصورته الطبيعيه افضل، لان اغلب المشروم الموجود معلبات برضه وفي ماده حافظه وحاجات كده. الله عليك، احنا اتفقنا ان الطازج لا يعلى عليه. انا بس باكد عشان المستمعين يبقوا معانا على الخط. ده صحيح. الحاجه المهمه بقى اللي يمكن نستغنى عنها في سفرتنا دايما طبق السلطه. الخضروات المتوازنه واللي بيها مضادات اكسده عاليه لتقينا من الامراض نتيجه الاجهاد العالي في العرق والتعرق، ويكمل الياف النافعه للجهاز الهضمي. ولو عايز اساعد فعلا على صحه القلب وان انا اخفض الكوليسترول، دايما يبقى اكلي فيه الخضروات دي. ومفيش اروع من الخيار والكوسه والناس اللي بتحب المحاشي او الملفوف لكن بتسبيكات تبقى منخفضه، رائعه جدا في انها بتحافظ على الصحه. في حاجه تانية جميله جدا في الصيف، الذره. الناس اللي بتحب الذره المشوي بيبقى لها في الصيف اثر رائع جدا، لان في الياف رائعه جدا فيها فيتامين اي وفيتامين اي، وكمان فيتامين بي المركب ده رائع جدا جدا في لو احنا بنحافظ على جلدنا وعلى بشرتنا وما يكونش فيه تنكس بقعي، يبقى رائع الذره في الاوقات دي. الاغذيه في الصيف ربنا اللي حبانا بيها وربنا اللي انعم علينا بيها، فما ينفعش ابدا نتغاضى عنها ونروح للمصنعات من الاغذيه الغنيه بالاطعمه الجميله والملمس الحلو، لكن قيمتها الغذائيه
لا تفي متطلبات جسمنا، وبالتالي نتعرض للعديد من الامراض اللي مش كويسه. دكتور سعيد متولي، احنا لسه مكملين مع بعض، خليكم معانا ولسه هذه المعلومات المفيدة متواصلة. يبقوا معنا مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل. استشاري التغذية العلاجية والحديث عن الإجهاد الحراري وكيفية مقاومته من خلال الغذاء الطبيعي والسوائل الطبيعية. يمكن أنت ركزت بشكل أكتر على الغذاء وده شيء رائع يا دكتور. السوائل بقى بما لها وما عليها، لأن السوائل بتتضمن أيضا السوائل المياه الغازية، والبعض أصبح مدمن لهذه السوائل ويقول لك في الآخر ما هي حاجة بتطر على القلب كده، وأثناء الطعام وبعد الطعام وقبل الطعام في كل وقت. الحقيقة أنا أقول معلومة يعني أتمنى الكل يعمل بيها. احنا عندنا مدرات للبول، يعني المية الزيادة في الجسم في بعض المركبات بتخرجها، وده شيء صحي بيقلل انتفاخ البطن. وانا شربت ميه كتير والميه خرجت، انا كده حاسس بمتعه يعني. في نوع تاني من مدرات البول اللي بتستخرج من الجسم الميه الضروريه دي، اللي هي ايه؟ الكافيينات هي اللي بتعمل العمليه دي. الشاي والقهوه والشوكولاته الكتير والميه الغازيه، كل الكافيينات دي بتخلص الجسم من السوائل المهمه دي بدرجه عاليه، مع الاحتفاظ باهميه الكافيين ذات نفسه. يعني هو ضروري برضو. يعني احنا الكافيين لو انا بتناوله بالمعدل الطبيعي، المعدل اللي ما يزيدش عن 300 مللي جرام تقريبا في كل مركب حسب نوعه وحسب تركيز الكافيين. 300 مللي جرام بس. ممكن نقول الكميه بقى، عشان يعني الكميه دي تتمثل في ايه، سواء من القهوه او من الشاي او من المياه الغازيه؟ احنا مختلفين جدا في القهوه. في ناس تحب القهوه تقيله او نص فنجان كفايه قوي، لكن في حد تاني بيشرب حاجه خفيفه فممكن فنجان او 2. لكن تركيز المركب، الناس بتحب الشاي نفس الكلام نفس يعني ما تقدرش تقول مقدار معين، ما تقولش فنجان. في واحد بيشرب الفنجان بمعلقتين بن وواحد بيشربه بمعلقه، صح كده. لكن عايز اقول بقى النوع الثاني من مدرات البول الطبيعيه اللي بتخلص الجسم من الميه الزايده فقط دون التاثير على تعريضه للجفاف، زي الكرفس والشمر. في انا شفت ناس مهتمه جدا بالخضروات الورقيه دي. الكرفس مع انهم مهمين جدا، يعني مثلا الشمر ده رائع للكبد وللمراره ويخلص الجسم من الميه الزايده، والكرفس كمان مهم للعظم وغني جدا بكثير من الفيتامينات والاملاح وبيخلص الجسم من الميه الزايده. يبقى يا ريت نلجا للتوازن، نعتدل في كل شيء، واحنا ربنا وهبنا عقل بيه نقدر نضبط امور حياتنا، وانت الرقيب على نفسك لانك انت اللي بتتعرض للاعراض المرضيه. اما الميه الغازيه ده وضع تاني، لان احنا قلنا دايما كل شيء طبيعي رائع، لكن المصنعات هي دي المشكله. احنا عندنا عشب الكولا في الميه الغازيه، وبنضيف سكر وبنضيف غاز او اكسيد كربون، وبنضيف الميه ودرجه ضغط الغاز درجه معينه، والطعم اللاذع اللي بيكون موجود فيها والتبريد. كل الكلام ده له اثار على العظم وعلى الميه. نقدر نقول بتختلف ايجابا او سلبا حسب كميه ما بتشربه او ما بتتناوله منه. نعتدل في كل شيء. الافضل الشاي والقهوه موجودين، لكن حرام عليا لما يبقى اخد فنجان قهوه قبل ما انام ب5 ساعات واعرض نفسي لعدم وصول للنوم العميق، عدم صحه الجهاز الهضمي وتعرضي لقرحه معده لو بشربها حديق الصبح. ان انا اخد حاجات يعني بيضيفوا بعض المصنعات على القهوه وبتسمى باسماء كتير قوي غريبه، وانا طعمها حلو. يعني هم بيغرونا بالطعم الحلو والريحه الجميله اللي فيها والاشكال المختلفه اللي بتتعمل حتى على وش الفنجان عشان اتناولها واعشقها، ودايما ابقى لاجي ليها بغض النظر عن الصحه. التعقل ما الحاجات دي برضو يعني في الامزجه يا دكتور بتفرق مع الواحد في يومه الصراحه جدا. بس يعني عشان نكون صراحه يعني لا الحقيقه حتى لو انا هضر نفسي ما يكونش القدر عالي. يعني لانك هتسال في الدنيا انك انت وصلت لمرحله عمريه جهازك المناعي مش قادر يقاوم اخطائك الغذائيه، وبالتالي هتمر بحاجات كتيره انت ما بتحبش تمر بيها. الحاجه الثانيه انك هتنفق مال كتير قوي في حاجات تضر، ودي مشكله كبيره قوي انك انت هتواجهها بعد كده.
طيب السكريات ومدى تأثيرها على كمية السوائل في الجسم، وفي نفس الوقت البدائل اللي أصبحت دلوقتي زي ما منظمة الصحة العالمية أقرت بأن مادة الاسبرتام أصبحت مادة مسرطنة. إذا المحليات اللي بتحتوي على هذه المادة فهي محليات شديدة الخطورة. مدى أهمية هذا التصريح بعد ما أثير جدل كبير جدا على الموضوع ده على مر عقود ماضية كتيرة؟ يعني الناس كانت مختلفة والناس فضلت مستمرة ومش عارفين الحقيقة فين. العلم جه يثبت بعد 30-40 سنة ان دلوقتي الاسبرتام مادة مسرطنة، أقرتها منظمة الصحة العالمية كذلك. الحقيقه ان حضرتك بتتكلم عن موضوع رائع جدا. لو خلي حضرتك معايا كده، ولو احنا اكلنا حاجه حلوه، لو اكلنا قطعه حلويات شرقيه مثلا، اول حاجه بنعملها عقب اكلنا الكلام ده ايه؟ بنحتاج شرب الميه بكميات عاليه. نعم. معنى كده ان السكريات جوه الجسم بتربط الميه في الجسم وبتقلل محتوى الجسم من الميه، وبالتالي انت بتعوضه بميه. طيب يبقى السكريات العاليه لها اثار عاليه جدا، لان بتاثر على الجلاكتين والمركبات اللي بتبقى تحت اللي بتسبب نضاره البشره، وبتسبب ادمان ليها. الدوبامين بيبقى تركيزه بيختلف، وبالتالي حضرتك بتتطور السكريات دي دايما. واقول لحضرتك على حاجه مهمه. اتفضل. لو حضرتك جسمك بيتطلب سكريات عاليه، اعرف انك ما بتشربش ميه كتير. لو بتشرب ميه كتير هتلاقي جسمك بيعزف عن السكريات. الحاجه اللي بعد كده ميه في صورتها الطبيعيه ال H2O. ايوه، مش سوائل. أيوة. تفرق اصلا. صح. الميه دي يعني تخيل الطاقه الحيويه للميه هي اللي بتدي مش نافع ولا جميل، لا نوافع لا تعد. انا عايز اقول لحضرتك ان السكريات لما انا اخذتها من القصب او من البنجر او من المركبات السكريه، انا اخذت عنصر وسبت ما يدعمه في عمليات الهضم. يعني اخذت حاجه وسبت حاجات كتير قوي بتساعد على هضم وامتصاص الجسم. فانا اخذت المرض وسبت ما يصلحه، يعني سبت اللي يقدر يعالج المرض ده. نعم. يبقى انا المفترض اخذ سكريات معتدله بقدر. عايزين طعم الدنيا حلو، يا سلام لو انا حليت مشروباتي واكلاتي بعسل النحل مثلا، او ان انا اهتميت بتناول الفاكهه، عايز ان انا اتناول عصاير او اتناول اكلات حلويات شرقيه او غربيه او خلافه. كل الصحه في الكلام ده، كل الصحه. بالعكس ده احنا لازم نعلم بعضنا امتى الفاكهه تبقى قيمه جدا، لما يبقى طعمها حلو قوي. تعرف ان الفاكهه دي قيمتها الغذائيه عاليه، لان درجه نضجها معناها تحلل مكوناتها للمكونات الاولى بالبسيطه اللي بيحصل هضمها وامتصاصها. انك المصنعه بتبقى ثقيله على الجسم. ايوه، تبقى ثقيل وكمان مش مفيد قوي. احنا بنقول على الحلويات او المصنعات او السكريات اللي هي بيسموها مره الدايت، ويسموا الحاجات اللي بتدي حلاوه عاليه لكن ما فيهاش طاقه او الكلام ده، اللي هي البدائل التحليه، المحليات الصناعيه بشكل عام. الحقيقه احنا اتفقنا ان كل ما هو طبيعي ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه النفع، والضرر يكون لو انا اكلته بمعدل عالي. لكن لو انا اكلته باعتدال هاخد كل النفع منه، واكلته في الموسم بتاعه. انا باخد محليات صناعيه، باخد بعض المركبات اللي تم تصنيعها وتخليقها تؤدي غرض معين، وهي غرض التحليه بدون كالوري زياده. الحقيقه الابحاث كتير قوي في الكلام ده، وزي ما حضرتك لفتت ان الابحاث عشان يتم ثبوتها بتحتاج وقت كبير. لو كانت ايجابا انت متخوف، طب لو كانت سلبا بعد 20 سنه، طب يا ترى الموضوع ده اتلف صحه كم واحد؟ تمام. فدايما انا اتحرى الطبيعي. انا بقول الكلام ده عشان دايما نخلينا نتحرى الطبيعي. لو انا اكلت الفاكهه بسكرياتها، او لو انا اخذت سكر اللي هو المعتاد في البيوت لكن بقدر قليل، افضل كثير ما اخذ ماده الابحاث العلميه لم تثبت ايجابيتها او سلبيتها الى الان. تمام. فده رائع. وبلاش قوي ان انا يعني اي حد فينا كاشخاص يقدر يتعود على طعم السكر القليل بعد 10 ايام. يعني لو انت اعتدت تشرب الشاي بحلاوه، ده في ناس بتقول بعد يومين. يعني انا اعرف ناس كانت بتشرب الحاجه محلاه قوي، وبعد كده هو قعدت يومين، اول يوم ما كانتش مستسيغه ان هي تقلل نسبه السكر، تاني يوم تالت يوم ما عرفتش تاخد حاجه سكر زياده. صحيح.
صحيح، لان منحنى التعود بيبدا من القمه ينخفض الى الحدود الدنيا اللي انت عودتوه عليها من جديد. هي الموضوع ده بياخد من شهر ل3 شهور، لانك خلاص ما ترجعش ابدا لدرجه الحلاوه او درجه الحلاوه اللي انت متعود عليها قبل كده. لكن بعد 10 ايام انت هتبقى غير مستثير لاي انك ترفع نسبه السكر عاليه شويه. طيب اتفضل يا فندم، خلينا نطلع فاصل عشان الموضوع اللي جاي هيبقى مهم جدا مع الدكتور سعيد، وهو متعلق، احنا خلصنا المحليات الصناعيه وبدائل التحليه، بعد كده نخش على المكملات الغذائيه بقى في صورة مستمعينا الكرام. وهذا الحديث الشيق مع الاستاذ الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذيه العلاجيه. واتكلمنا قبل اللينك مباشره عن المكملات الغذائيه ومدى نفعها او ضرها، لان الموضوع خد ترند عالي جدا بعد وفاة احد لاعبي كمال الاجسام المشهورين على مستوى العالم كيوتيوبر وبلوجر موجود، وكان بيدي نصايح طبية ورياضية هامة على مدى سنين، وهو صغير عنده 31 سنة، توفي مرة واحدة بشكل مفاجئ، والناس أو عزت ده إلى تناول هذه المكملات الغذائية. الحقيقة العلمية بقى عشان ما نقعدش نهري مع بعض يا دكتور، مع أو يعني فاهم، نبقى عارفين إن إحنا ماشيين في الاتجاه ده، مش أي كلام يتقال على السوشيال ميديا ناخد بيه. جميل سؤال حضرتك، الموضوع فعلا مهم. الأملاح المعدنية يعني هي كميتها صغيرة قوي الجسم بيحتاجها، لكن رائعة الأثر، والجسم ما يقدرش يتناغم ويقدر يبقى قوي إلا بيها. الأملاح المعدنية أيوة ماشي. اللي هي بتبقى مكملات غذائية، إن كانت فيتامينات أو أملاح معدنية أو مركبات بروتينية. يعني كوكتيل كده ممكن يقدم بصورة كبسولات أو بعض الحقن أو خلافه، ودي مسموح بيها وكلنا مضطرين ليها لو احنا هنعمل عمليه جراحيه وعايزين نرفع نسبه الحديد، عايزين عندي هشاشه عظام بسرعه عاليه جدا، عايز ازود نسبه الكالسيوم، يعني تحت الضروره ممكن جدا. لكن بصفه عامه وتحت اشراف طبي كمان، بس عشان هنا بقى الموضوع، انما الاملاح المعدنيه دي مثلا الجسم بيحتاجها بنسبه قليله جدا، زي الزنك مثلا 40 مللي جرام فقط للانسان يوميا من الزنك. طيب الكالسيوم عشان عنصر داخل في العظم وداخل في العضلات. ممكن تشرب ميه يا دكتور عادي. تحب ناخد فاصل تاني؟ لا انا معاك. اشرب سوائل، الجو حر. لا ابدا، انا بس عايز اقول لك ان الكالسيوم من العناصر مهمه جدا في العظم وفي الاسنان، وكمان في ضربات القلب والعضلات والكوليسترول، كل حاجه عنصر كده معين بيبقى واخد طابع لو جينا نقول كل الحاجات دي عايزه 1000 مللي جرام يوميا تقريبا. الحديد 800 مللي جرام، يعني القدر طبعا ده بيختلف من شخص لشخص، لكن عايز اقول لك ان الحدود اللي الجسم بيتطلبها مش عاليه قوي. طيب لو انا اخدت بقى المكملات دي عن طريق الكبسولات او عن طريق الادويه او البودر ايوه، بيديني بقى تركيز عالي جدا للمكملات دي. طيب الجسم ليه اداني تركيز عالي؟ لان الجسم مش هيقدر يستخلص كل المكون اللي فيها، اللي يقدر ياخده بياخده، والباقي مين بيطلعه؟ الكبد. طب بالله عليك، الكبد اللي هو معني، الغده المعنيه باخراج السموم من الجسم، هنقدر نرهقه قد ايه؟ ونرهقه يوميا ولمده قد ايه؟ طيب الكبد ده لو وظيفه هو ثانيه واحده بس يا دكتور، بيبقى اعتمادهم على ان هم في الجيم وبيحرقوا، فمحتاجين ارقام اعلى من المتطلبات اليوميه لهذه العناصر الغذائيه او هذه المواد، سواء فيتامينات سواء املاح سواء وهل ده مبرر؟ عشان بس نبقى عارفين. كل ده في الاغذيه، كل ده في الاكل، كل ده لو انت عايز ثبات. طب لو في ناس كتيره قوي عملت جيمات وبعد ما خلصت الادويه وبطلتها رجع تاني جسمها للوضع اللي قبل ده بالوزن، لكن الاوحش شكلا. ليه؟ لان اغلب المكملات اللي انت بتتكلم عليها حضرتك دي بتحبس الميه فقط في الجسم. بتحبس الميه، يعني بمجرد ما انت بتتركها الميه بتنزل من الاماكن اللي اتحبست فيها، وبالتالي جسمك بيبقى طبيعي. طب بتسيب اثر وحش جدا. ليه؟ لان في بعض المركبات دي بتبقى تؤثر على توازن الهرموني في الجسم. يعني تخيل حضرتك ممكن تسبب عقم للشباب اللي بيعملوا العاب قوه مع المكملات دي. ليه؟ لانها بترفع نسبه هرمون التستوستيرون لمعدل عالي جدا، صعب
ان الغده دي تتاقلم معاها والجسم يتاقلم معاها، لان زياده هرمون معين بيأثر على معدل الهرمونات الثانيه. ده هرمون الذكوره. ايوه، بالتالي الشاب ده بيفقد خصوبته، يبقى كبير وجسمه كويس لكن ما فيهوش خصوبه، مش كده وبس، بقلبه بيتاثر واعضاء كتير من جسمه بتتاثر لافراطه في تناول المركبات دي. طيب حضرتك بتعمل كمال اجسام ورياضه ليه؟ مش عشان الصحه ولا صحيح. عشان بعمل شكل؟ لا، هو الشباب المفروض عشان الصحه، بس الشباب يبقى يهمهم الشيب بتاع الجسم والشكل والفورمه الساحل بقى والحاجات دي. للاسف احنا شعب بطبعنا مثقف قوي، وشعب متدين قوي، وشعب الهوامش فيه اللي بتهتم ببعض الحاجات الجماليه اللحظيه. لكن احنا دايما يعني بص كده لجنودنا ولظباطنا قمه الرشاقه وقمه الاداء العضلي، وهم مش عاملين الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. لكن انا هقول لحضرتك، لو انت عايز تبقى جسمك حلو جدا وعضلاتك رائعه جدا، انفق ما تنفقه على المكملات الغذائيه البديله الى اغذيه تاخد منها كل العناصر الغذائيه، وتاخد معاها مناعه عاليه، تاخد معاها اداء رائع جدا لجهاز هضمي يساعدك عمرك كله على انك تحافظ على الصحه دي الى الممات. وعيب لما تبقى لسه عندك 30 و20 سنه وشعرك ابيض نتيجه تناولك اكلات سيئه وادويه كتير، ان قلبك دقاته تختلف لده، وكوليسترول عالي وسكر بدري. كل ده فقط انك اخطأت في انك اثقلت على جسمك. كم الادويه وكم المكملات الغذائيه، يعني الواي بروتين اللي هم بياخدوه دلوقتي ده مشكله، وعليه فليفر بقى فانيليا او شوكولاته او فراوله. تخيل حضرتك انت بتستخلص بعدين بيتباع بالعلب ال4 لتر و5 كيلو وحاجات كده. هي طبعا الموضوع ممتع للي بيبيعوه بصراحه. يعني هم ممتع جدا للي بيبيعوه، كمان ممتع قوي لانك انت لما بتعمل فورمه كده في احد الجيمات بتبقى في صيت وسمعه للموضوع ده. لكن انا اتمنى من كل ذوي الاخلاق الجيده ادعم التركيب العضلي او الشكل الجسماني الرائع بالاغذيه وجداول تغذيه متخصصه، افضل كتير ما ادخل في بعض المصنعات التي تسيء للجسم والصحه ويبقى الجمال لحظي فقط وبعد كده تنهار الصحه. يعني طبعا احنا لا نتمنى، لكن بما ان احنا بنتكلم عن النصايح، فكيفيه التخلص من هذه المواد، وهل هذه المواد ممكن تسبب الادمان ليها هي يعني، والجسم ما يقدرش ان هو يتخلص منها بسهوله؟ قبل الادمان ليها انك تبقى تعودت على شكلك، بتبص في المرايه تلاقي التركيب العضلي بتاعك اصبح مختلف عن قرنائك، فانت عايز تحافظ على الشكل ده، فده ادمانك للمحافظه على الشكل ده بتخليك تاخد المركبات دي بصفه مستمره. لكن اتخلص منها الموضوع سهل، الموضوع تدريجي، ممكن يتم بصوره تدريجيه، والابتعاد عن المكان اللي بيديك ده والصحبه اللي اهلتك لده. ومهم جدا احد الاطباء القريبين منك او مختص التغذيه القريبين منك الفاهمين يتابعك اثناء الموضوع ده، لانك هتقلل المركبات دي فيدعمك هو بالمركبات الغذائيه البديله اللي بتساعدك على يعني الحفاظ على صحتك وعلى الشكل العام اللي انت بتحبه. يعني طبعا احنا نتمنى ان يكون في هذا الوعي وهذه الثقافة. زي ما انت قلت احنا اصلا شعب مثقف وشعب عندنا خبرة كبيرة في الحياة ممتدة لآلاف السنين. اعتقد ان مش اي حاجة تجيلنا من بره ان احنا نعمل بيها او ناخدها او وبعدين الناس ما كانت زمان كان في اجسام بسم الله ما شاء الله يعني رهيبة وبشكل طبيعي. يعني اعتقد انك انت ممكن تنتج هذا الجسم بشكل طبيعي من خلال التمارين المعينه ومن خلال الاكل الصحي. وفي جزء صغير قوي ان اجسامنا يعني بيدعمنا العظم وكثافه العظم. تخيل فيه كده عظم قوي هتلاقي العضلات عليه متزنه معاه ومتسقه معاه. لو انت عظمك ضعيف اصلا نتيجه التراكيب اللي بتساعد الكالسيوم والفوسفات والمغنيسيوم والكلام ده مش موجود بصوره طبيعيه، شكلك هيبقى مزري، هتبقى انت من فوق تخين ومن تحت نحيف جدا او العكس. المهم انك هتبقى غير متسق وغير متناسق. فالاكل هو اللي يقدر يعمل التناسق الجميل ده. مش المكملات ولا هذه الاشياء. بس تخلص منها مش حاجه صعبه يعني. لا اطلاقا. الموضوع بس عزيمه، تبعد عن المكان اللي اهلك لده وتبدا تشوف حد طبيب او مختص تغذيه فاهم
يقدر ينسق معاك الموضوع ده، والموضوع ما بيتعداش كتير، كل حاجه المنحنى بتاعها بينزل تدريجي، ويفهم بس انت بدات ازاي وتناولت قد ايه، ويبقى في فحوصات تتم، وبعد كده الموضوع ما تكونش مشكله. أكيد. الأستاذ الدكتور سعيد متولي استشاري التغذية العلاجية سعدنا بهذا الحديث الشيق، ونرجو أن احنا كلنا نكون استفدنا به، خصوصا في هذه الأجواء الرهيبة اللي هي متعلقة بدرجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية جدا، وحتى الأكسجين قليل في الجو. يعني محتاجين أكل يدينا أكسجين. هل في أكل بيدينا أكسجين؟ المية أكبر داعم للأكسجين في الجسم. والله. وكمان الراحة النفسية اللي بتقدر تستفيد من كل العناصر الموجودة في البيئة، المية باعتدال والراحة النفسية، وبتلاقي كل حاجة تبقى ميسرة. عايز اقول لك قبل ما تاني يا استاذ مهاب ممدوح، انت من امتع الشخصيات اللي ممكن يا رب يخليك يا دكتور مع الاحاديث، يا رب يخليك، ومستمعينك دايما افاضل، ربنا يخليك يا رب. نلتقي على خير. شهاده اعتز بيها، وسعدنا بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله في تواجد مستمر ومعلومات مفيده للمستمعين. شكرا ليك يا دكتور. ربنا يعزك. السلام عليكم. شكرا يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن ناخده وتقينا من هذا الاجهاد